ايه انا شرت بيه؟ دول العمال الزراعيين بيشتغلوا في الارض الجديده اللي اشتراها محمود بيه سالم. ايه ده بالسرعه دي؟ وليه مش بالسرعه دي؟ الست نعمت دي حاجه ما شاء الله عليها، فلاحه قراريه وشهله وبتاعت عمل بصحيح. على كل حال هم دفعوا فيها دم قلبهم. بس بيني وبينك انا شرت بيه، الطريقه اللي شغالين بيها وبالسرعه دي هتخلي الارض دي تجيب دهب. كنت انا اولى بيها، الجار اولى بالشفعه، وانا اللي ارضي لازقه في الارض دي. نهايته بقى ملناش نصيب فيها وحلال عليهم. يا اخي حرمت عليهم عيشتهم. فين عبد المجيد ابوك امال؟ بيودي نقل يا خالتي. ما جاش لسه؟ زمانه جاي. اسمع يا طنطاوي. نعم. روح قول لنجية تطبخ هي النهارده، مش هقدر اسيب العمال وهم بيشتغلوا. حاضر يا خالتي. اوعى يلا خالتي. ايه يا رفاعي في ايه؟ نجحت يا خالتي. صحيح يا رفاعي؟ خدت ثانويه العامه. مبروك يا حبيبي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا خالتي، البركه فيك انت بقى. البركه في ربنا وفي شطارتك انت. قلت لامك؟ لا انا جيت عليك على طول. طب روح فرحها قوام. حاضر يلا يا خالتي حاضر. يلا يا أست نعمة تعالي يا اوام. في ايه يا عبد المجيد؟ هيبه بالويبه، العمال بطلوا يشتغلوا واقفين. ليه حصل ايه؟ حاجه ما كانتش في الحسبان ولا كنا عاملين حسابها. فين الحتت دي؟ هنا يا ست. تعالي حضرتك شوف يا ست نعمة. ياه، دي ما كانتش باينه. ما احنا لما جينا نسوي الارض ونجروفها انكشفت. طب والحل؟ لازم نطهر الزلط الكبير ده كله. طبعا. بس بالطريقه دي هتاخد وقت ومجهود جامد جدا. لو هنشتغل بايدينا مش هنخلص ابدا، لازم نجيب مكن. في قواطيع وكركات الحاجات دي مخصوص يا سعد مجيد، ودي مشكله ايدي اللي ما كناش عاملين حسابها. طيب معلش هنشتغل في الحتت السالكه ونسيب دي دلوقتي. هو في حته بنشتغل فيها سالكه؟ دي كلها تقريبا مزلطه. طب اتفضلوا روحوا شوفوا شغلكم انتوا. روحوا. يا خيبتك يا نعمت، يا خيبتك التقيله. ازاي غلطت الغلطه دي؟ انا كان متهيألي المشكله كلها مشكله ميه، قالوا الميه وسليمه، لكن الزلط ده ما جاش على بالي. ما كنتش عامله حسابه يا سي عبد المجيد. الغريبه سي محمود حذرني بقى، يقول لي متاكده الارض سليمه، اقول له تمام. يقول لي مفيش داعي حد يشوفها، اقول له عيب. يعينها ازاي ويشوفوها ازاي؟ يا خيبتك يا نعمت، يا خيبتك، يا شماتة العدوين فيكي يا نعمت. هدي نفسك يا ست نعمة. ههدي نفسي ازاي يا سي عبد المجيد؟ ههدي نفسي ازاي؟ اسمع. ايوه حكايه الكراكات دي بيجيبوها منين؟ لا سهله حكايه الكراكات دي، انما الفلوس هتبقى سهله، المصاريف هتبقى سهله. ايوه بالظبط. هنعمل ايه بقى؟ مفيش قدامنا غير كده. بيت لنا على الكراكات يا سي عبد المجيد. طيب حاضر. من الفجريه بقى تلم العيال على العمال ونواصل الشغل ليل مع نهار. ايوه لازم نشيل الزلط ده. اسمعوا ما تجيبوش سيره بقى لسي محمود. يا خيبتك يا نعمت، يا خيبتك. الغريبه ان ما كانش باين ولا مش باين بقى، مفيش فايده من الكلام دلوقتي، مش هيغير من الامر شيء. على رايك. بتتكلم جد؟ زي ما بقول لحضرتك كده. علشان يطهروا الارض من الزلط عايزين الشياطين الحمر. يعني ربنا بيحبنا انهم شربوها. دول شربوا مقلب العمر. غير المجهود والمصاريف اللي هيصرفوها. على رأي حضرتك انا لو منهم اصرف نظر عن الارض واقول عليه العوض ومنه العوض في تمنها، احسن ما كوع تاني على الفاضي. لا، نعمة دي دماغها ناشفة قوي، مش سهل تعمل كده. خلاص تعد الرمل ولا اقول لك تعد الزلط. المهم ان فلوس حضرتك حلال. ان جيت للحق حلال بلال. اقدر ادخل؟ اهلا يا كاميليا، اتفضلي. اصل فت على رجيه وما لقيتهاش. هي نزلت بدري شويه. ما هم قالوا لي، بس الحقيقه بقى ما خلصنيش امشي قبل ما اسلم عليك. الله يسلمك. وبالمناسبه عندي مشكله كده عايزه اعرضها عليك، ولا انت ما عندكش وقت؟ لا ابدا يا كاميليا، تحت امرك. اصلي عايزه احضر دكتوراه. برافو يا كاميليا. بس مش عارفه احضرها في العماره ولا في تخطيط المدينه. انت رايك ايه؟ الحقيقه انا افضل تخطيط المدن، لان في دراسات علميه كتيره قوي في العماره،
لكن تخطيط المدن ده مش كتير، ده من ناحية. من ناحية تانية احنا داخلين على مشاريع انشاء مدن كتيرة، واعتقد ان التخصص الرفيع ده هيبقى مطلوب جدا. اهو كده ريحتني. اصل انا كنت مترددة، ورأيك ده رجح لي كفة التخطيط. بالتوفيق يا كاميليا. حقيقي يا محمود من غير مجاملة، انا دايما بعمل لرأيك وزن. يا ست الله يخليكي. على فكرة بمناسبة الوزن، مرة فيل داس على نملة عمل لها ارتجاج في المخ. ده انت مش تاخدي دكتوراه في تخطيط المدن وبس، ده انت كمان تاخديها في خفة الدم. ياه دي شهادة عظيمة. طب ممكن حضرتك تكتبها لي اصله 3 صور؟ محمود بيه لا مؤاخذة. تعالى يا كريم، دي الآنسة كاميليا. اهلا يا انسة كاميليا. اهلا بيك. متهيألي استأذن انا علشان ما عطلكوش. لا 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 مفيش عطلة ولا حاجة. معلش. طيب يا دكتورة، مع السلامة. ده سابق لأوانه قوي. لا الأيام بتجري بسرعة. طب سعيدة بقى. مع السلامة. انت هنا يا خالتي وانا بدور عليكي، ده انا قالب عليك الدنيا. خالتي ايه يا رفاعي؟ ايه اللي مقعدك هنا لوحدك يا خالتي في الحته المتطرفه دي؟ اديني قاعده. لسه مضايقاكي برضو حكايه الزلط؟ وما اتضايقش ازاي؟ ده انا السبب. اتسرعت ازاي؟ فاتت عليا حاجه زي دي؟ ده الراجل ما خيبليش طلب واحد اقوم انا اتسبب في المصاريف دي كلها. لا وفاهمه روحي شاطره. ما يقع الا الشاطر يا خالتي. اما افرحك بقى، مش مجموعي في الثانويه العامه طلع كبير؟ بركه يا حبيبي بركه. كم كده؟ 75%. مشفي. ايوه كده بتسمي منعول ابو الزعل. وال75 دول تدخلك كليه الزراعه؟ اشمعنى كليه الزراعه يا خالتي؟ ما هو لو كنت مهندس زراعه كنت نفعتنا في اللي احنا فيه ده. طب ما هو جابولك مهندسين الدنيا كلها مرضتيش. انت كمان هتقطمني؟ كفايه اللي هسمعه. يا فرحتهم فيك يا نعمت. مين هما دول يا خالتي؟ ولا حاجه، خليني حطها في قلبي كده وساكته. شيلوا على بعيد. لا بلاش هنا، ما تدق جامد شويه. هو ناوي من المكنه يا ست؟ معلش قصدي يعني على قد ما تقدر. حاضر ما تشغليش بالك.